ارحبوا يلا حيهم مرحبا يا متابعين السعد، ويا هلا والله باللي جيتوا جدد والاولين وكلكم والله على راسي من فوق. يا مرحبا ومسهلا فيكم. اليوم عندنا تغطية القلعة وما راح اقول لكم، خلي لين بس نجيها ان شاء الله. طبعا في البداية عندي مشوار خاص انا والشباب، يعني حق ابو ساعتين ساعة ونص كذا نخلصه، وبعدين نطلع للقلعة ذي وابثركم تصوير هناك ان شاء الله. ويا مرحبا ومسهلا باللي جيتوا كلكم. ارحبوا يلا حي يا الربع. بنبهكم على شيء، تكفون لا يدق، يعني ما ودي اقفل الخاص، ودي استقبل مشاركاتكم كلكم، والليله السحب ان شاء الله على المسابقه. فالمشكله في ناس تدق، شروط واضحه وكل شيء واضح، فلا حد يدق، تكفون عشان ما تحرمون بعض المشاركين وكذا. والشروط واضحه، كل شيء واضح، ما يحتاج والله. احنا بشركم الحمد لله الحين خلصنا مشوارنا الخاص اللي قلت لكم عليه. طبعا كان جانا هوا شوي ولعب فينا لعب، شوف حتى الشعر كيف صاير. المهم بنرجع الحين للفندق، نبي نحط اغراضنا نحط امورنا، ثم نطلع للقلعه اللي قلت لكم عليها باذن الله، واغطي لكم احلى تغطيه. لوحة فنية ما شاء الله تبارك الله. لوحة فنية بدون فلتر.
تخيلوا عاد يوم وصلنا القلعة بعد هالمشوار الطويل قالوا إن القلعة مقفلة، تقفل الساعة 5 والحين عندنا 5 وشوي. ويوم إنهم دروا قالوا معكم أبو ناصر، قلنا معنا، قالوا ما يحتاج نفتح لكم القلعة الحين، صح ولا لا يا أبو صلاب؟ نعم صح صحيح. وابن الذيب قالوا ابن الذيب معكم بعد؟ نعم قلنا ما يحتاج يفتحونه. والله مناظر على كيفكم. دقيقة شوف شو المدينة ذي يا ابو ناصر؟ ايه هنا السؤال اللي ما وش اللي هنا يا عيال؟ اسود عان شو اللي هنا؟ وش ذا يا ابو ناصر؟ هذا يقول التوت. ايش اسمه؟ التوت ما شاء الله. قبل شوي شفنا واحد جاء وقف هنا وقاعد ياكل من ذا. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله يا عمي. بس غسلوه ليكون انطري غسل لهم من الخواجه نقول بس. والله اللي جاينا عايف الرجال خلنا جاي ياكل الشام دي. هذه القلعة، دخلنا الحين بسط القلعة. شوف ناظر، تونا الحين داخلين. هذه القلعة ما شاء الله تبارك الله. شوف الإطلالة. بدون فلتر بدون شيء. شو القلعة ما شاء الله. هذا حق الرمان اللي بتاع. وين؟ الرومان قصدك؟ لهم 500 عام. شوف تعال ها يا عمي اكثر من 500 عام. ما شاء الله تبارك الله. وش عندكم معلومات ثانية عنه؟ والله اقول سبحان الله العظيم. هذا لها الظاهر كان قليل 500 عام ظل. هذا خرصي وهي ظهر اكثر. ظهر لا اله اللي خلق هالدنيا دي. بكره بين تجي ناكل جاجة وياكم اطهر من المعلومات اللي بس امشي هنا. بدون فلتر. لا أحد يقول لي حاط فلتر، ترى ما حطيت فلتر. ما شاء الله تبارك الله. شوفنا كيف البوابة. طبعا القصر هذا القلعة هذه مبنية قبل يمكن 600 سنة، ما بين 1398 إلى 1410 طبعا بالميلادي. تقريبا قبل 600 سنة. فهو كان مصمم للأمير الناخب اللي حكم في القرن 16 إلى القرن 17.
مبني على شكل حصن للأمير. طبعا في هنا بوابة للأميرة إليزابيث ستيوارت، يقولون تم بنائها في ليلة واحدة بس. قاعد أبحث عنها أنا عشان أصورها. يقولون كانت مقدمة كهدية عيد ميلاد لها من الأمير الناخب اللي كان موجود هنا في الحصن قبل 600 سنة، فأهداها بوابة بنيت في يوم واحد. طبعا شو اسمه القصر الحصن من داخل مقفل، يقفل الساعة 5. يقولون داخل فيه تماثيل وفيه يعني أشياء. أعتقد أن هذه هي البوابة، شوفوها.